يلا بينا نعمل احلى غدا شيش طاووق احمر، ومعاه الفلفل والبصل المشويين. اول حاجه الزبادي، فهكتفي بمعلقتين من الزبادي، معلقه صغيره من الثوم المهروس، شويه مستردة مش كتير، معلقه صغيره، القليل من دبس الرمان، زيت زيتون، خل، عصير ليمون، اخد معلقه مليانه من معجون الطماطم، ملح، فلفل اسود، وكل ده هقلبه مع بعضه عشان يعطيني تتبيله الطاووق الاحمر. هضيف عليها دلوقتي صدور الفراخ اللي مقطعاها مكعبات، هقلبها. ممكن تخلوها طول الليل كام ساعه على جنب، انا هخليها كام ساعه على ما احضر شويه رز شويه سلطه. هحضر معاه شوية رز، ده رز بسمتي عادي، اضيف عليه ملح وقطعة زبدة وشوية مية مغلية واخليه يكمل طبخ عادي جدا. ونشك الشيش طاووق كده في الاسياخ، اذا حابين تضيفوا عليه خضار في السيخ تمام. احب احط جنبهم كده طماطم وبصل يتشوي جنبهم، ادخله الفرن او القلايه الهوائيه، بياخد 20 دقيقه على اعلى حراره عندك. الرز اتشرب الميه، ممكن نخليه ابيض ساده او على جنب كده نقوم حاطين شويه كركم او صفار الزعفران. جاهز عندي. شوفوا الرز ممكن تقلبوه في بعضه، ممكن تعملوا الحركه دي كده، اخد اللون الاصفر وفوقيه الابيض، يبقى كأنه طبقتين. شوفوا الحلاوة.